تايه، محتار. كل ما تفتح اليوتيوب تلاقي حد بيقولك تعال اكسب $1000 في الساعة وتدخل تجرب وتفشل وتحبط. حاسس ان العيب فيك وانك عمرك ما هتعمل قرش من النت. طب ايه رأيك لو قلتلك ان المشكلة مش فيك ولا في النت، المشكلة انك بتخبط على الباب الغلط؟ ايه رأيك لو قلتلك ان في كنز مدفون جواك بس انت مش عارف تطلعه، وانك لو عرفت شفرة شخصيتك هتقدر تمسك الدولار بإيدك؟ ركز معايا يا بطل، عشان الفيديو ده مش مجرد شرح، ده خريطة طريق لحياتك اللي جاية. والنهاردة هقولك الزتونة اللي هتخليك تبدأ صح. منورين يا أبطال في حلقة جديدة وخاصة جدا على قناتكم ابدأ صح، المكان اللي بيحطك على أول الطريق عشان تكون إنسان ناجح ومستقل ماديا بجد من غير شعارات. قبل ما ندخل في التقيل، انزل دلوقتي حالا فجر زرار اللايك واشترك في القناة لو لسه مش مشترك، وفعل الجرس عشان مفيش أي فرصة تفوتك. والأهم من ده كله، عطر لسانك وكومنتاتك بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عايزك تركز معايا يا بطل في الكلمتين دول عشان دول الخلاصة. في ناس كتير بتدخل مجال الربح من الإنترنت غلط، يشوف الترند فين ويجري وراه. الناس كلها بتتكلم عن البرمجة، يروح يتعلم برمجة وهو أصلاً بيكره الأكواد والرياضة. الناس بتتكلم عن التداول، يروح يرمي فلوسه وهو أعصابه ما تستحملش الخسارة، والنتيجة بتكون إحباط ويأس. وعشان كده قبل ما أقولك على المجالات اللي ممكن تبدأ فيها، لازم أقولك على الكنز اللي بنحضرهولك هنا في القناة. ناس كتير منكم سألتني عن طريقة سريعة ومضمونة لجمع راس مال في البداية، وعشان كده قررنا نجهز لكم كورس الربح من الدايركت لينك أو الرابط المباشر. بس ركز معايا، ده مش أي كورس وخلاص، ده كورس مدفوع احترافي بنطبخ فيه استراتيجيات حصرية لأول مرة هتتشرح. الكورس ده هيكون بمثابة الصاروخ اللي هيخليك تحقق أول $100 ليك من الإنترنت في وقت قياسي لو طبقت اللي فيه بالحرف. الكورس ده هينزل قريب جدا وهيكون فيه كل الأسرار والتريكات اللي محدش بيقولها ببلاش، فخليك متابع ومجهز نفسك، لأن دي الفرصة اللي هتعمل لك القرش الأبيض اللي هيسندك وإنت بتبني مستقبلك في المجالات الكبيرة اللي هنتكلم عليها دلوقتي. طيب يا بطل، نرجع لموضوعنا. إزاي تعرف المجال اللي هينجح معاك؟ المعادلة بسيطة، شخصيتك زائد مهارة بتحبها بتساوي فلوس. هقولك دلوقتي على 5 مجالات سهلة بعيدة تماماً عن وجع دماغ البرمجة والهندسة، وانت بتسمعني قيس الكلام على نفسك وشوف مين فيهم بيلمس معاك. أول مجال هو صناعة المحتوى، وده مش بس للي بيقف قدام الكاميرا، ده مجال الناس الاجتماعية. لو انت في قعدات الصحاب انت اللي بتمسك الكلام، بتعرف تحكي مواقف وتضحكهم، عندك كاريزما وحضور، يبقى ده ملعبك، سواء يوتيوب، تيك توك، أو حتى ريلز فيسبوك. المهارة هنا هي القدرة على التأثير. الفلوس هنا بتيجي من الإعلانات والرعايات ومستقبله مرعب. تاني مجال التصميم الجرافيكي، وده للناس البصرية اللي بتحب الألوان والتنسيق. لو انت عينك بتعرف تفرق بين الحلو والوحش في الصور وبتحب ترتب الحاجات بشكل شيك، يبقى التصميم هو طريقك. ومش لازم تكون محترف فوتوشوب، دلوقتي برامج زي كانفا خلتك تقدر تعمل تصميمات عالمية بضغطة زر، والمجال ده مطلوب جدا في السوق. تالت مجال، وده للناس اللي صوتها حلو، هو التعليق الصوتي. لو مخارج ألفاظك سليمة وصوتك فيه نبرة مميزة وبتقدر تلون صوتك شوية حماسي وشوية هادي، يبقى أنت معاك منجم دهب. تقدر تشتغل في الإعلانات، الكتب الصوتية، قنوات اليوتيوب اللي ما بيظهروش بوشهم، كل دول محتاجين صوتك. والمهارة هنا هي الأداء والتمثيل الصوتي. رابع مجال هو المساعد الافتراضي، وده بجد كنز للناس المنظمة. لو انت شخص دقيق، مواعيدك مظبوطة بالدقيقة، بتعرف ترد على الإيميلات بلباقة، وبتحب تعمل جداول وخطط، في رجال أعمال كتير جدا مستنيين حد زيك يشيل عنهم هم التنظيم ده بمقابل مادي ممتاز. المهارة هنا هي الإدارة والالتزام. وخامس مجال هو الكتابة والترجمة، وده للناس اللي بتحب اللغة. لو بتعرف تعبر بالكلام، أسلوبك في الكتابة شيق، أو معاك لغة تانية قوية، سوق العمل الحر مليان طلب على كتابة المقالات، ترجمة الفيديوهات، وكتابة سكريبتات الإعلانات. والمهارة هنا هي الإبداع اللغوي. طيب، عرفت مجالك، هل كده خلاص هتنجح؟ لا يا بطل، في تركاية كمان لازم تكون عندك، وهي المهارات الشخصية
أو السوفت سكيلز، وأهمهم على الإطلاق الاستمرارية. النت مش بيدي اللي بيشتغل كتير يومين وينام، النت بيدي اللي بيشتغل ساعة واحدة بس كل يوم لمدة سنة. لازم يكون عندك نفس طويل وصبر على التعلم وقدرة إنك تطور نفسك وتواكب الجديد. الشخص اللي بينجح هو اللي بيعرف يقوم بعد ما يقع، مش اللي بيستسلم من أول مشكلة. في النهاية عايزك تقعد مع نفسك النهاردة وتحدد أنت مين في ال5 دول، وتجهز نفسك نفسياً ومادياً لكورس الدايركت لينك اللي جاي، لأنه هيكون نقطة انطلاق قوية ليك عشان تعمل راس مال تبدأ بيه في المجال اللي اخترته. المستقبل لسه قدامك والفرصة متاحة للجميع، بس الشاطر هو اللي يبدأ صح. ما تنساش لو الفيديو نور لك طريقك تدعمنا باللايك والشير عشان غيرك يستفيد، واشترك في القناة وانتظروا الكورس القنبلة قريب جدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بالتوفيق يا أبطال.